لما بيستضيفوا اي لاعب او محلل بيدوا له قلم وسبوره او يسالوه عموما ايه هو بالنسبه لك التشكيل التاريخي لمنتخب مصر. ورغم ان كل واحد بيبقى ليه اراء مختلفه في اختيار اللعيبه، لكن دايما هنلاقي الاختيارات ما بين جيلين، جيل كاس العالم 90 وجيل حسن شحاته اللي اتفرجنا عليه من 2006 ل 2010. وده دليل على ان دول اهم فترتين في تاريخ المنتخب. يعني لو انا كنت قلت قبل كده ان جيل السبعينات هو الجيل الذهبي الاول او الجيل القديم اللي كان مليان اساطير وبدات من عنده الانجازات وبناء المنتخب، فيبقى كده عندنا جيل ذهبي تاني ظهر في كاس العالم 90، ويكون الجيل ده هو فتره النضج والاكتمال الكروي. مفيش بطل واحد او نجم يشيل الفريق على كتفه، لان الاساس كان في الجماعيه بين كل النجوم دول، منظومه كامله شغاله باستراتيجيه معينه. والمنظومه دي نجحت عشان كانت تحت قياده جنرال كان هو البطل الحقيقي في الجيل ده. صعبه وامكانيه وجول مسار كوره صدت جول صلاح وهوبا الله الله يا بلاد الله. فوت عليك المحن وانت اغلى وطن وانت اعلى مكان. بعد الحصول على افريقيا 86 ودي كانت المره الثالثه في تاريخ منتخبنا، جه الوقت على تحقيق المهمه اللي بعد كده، وهي الوصول للمونديال اللي مش عارفين نوصل له من 50 سنه. وبدا الاستعداد لخوض التصفيات الجديده المره دي، والامل كبير في الصعود. احنا خلاص دلوقتي ابطال افريقيا وكوننا منتخب قوي، لكن لابد ان احنا ناخد خطوه مهمه في مشوارنا لكاس العالم، وهي ان احنا ندور على مدرب عنده روح وحميه وفنيات كويسه ويكون قد المسؤوليه، واهم من ده كله يكون وطني مصري. وما كانش حد ينطبق عليه المواصفات دي غير واحد بصفته احسن مدرب وطني في الوقت ده بعد ما خد افريقيا مع الاهلي، كان هو الانسب انه يقود المنتخب القومي. وبالفعل تم تعيين محمود الجوهري مديرا فنيا للمنتخب، والكلام ده كان في اواخر سنه 88. الجوهري كان عارف مهمته كويس، وكان شايف عشان نقدر ننافس بقوه على الصعود للمونديال ونطور الكره في مصر بشكل عام ونعلي الاداء بتاعنا، لازم نخوض تجارب وديه كتير وتكون ماتشات وديه مستواها مناسب، وده استعداد كامل للتصفيات. وعشان كده من اول يوم ليه مع المنتخب وهو بيطلب ماتشات وديه مع منتخبات قويه، وده اللي حصل على مدار سنة 89 كلها أثناء التصفيات. يعني هتلاقي عمل ماتشات ودية مع فنلندا وألمانيا، ولعبنا تونس مرتين 3، ولعبنا تشيلي وكوريا والمجر، وده عكس تطور في الأداء عندنا في الماتشات الرسمية، وقدرنا نأدي كويس قوي في التصفيات، ويمكن دي أحسن مرة نأدي بالشكل الهايل ده. وبدأ الجنرال رحلته في التصفيات من أول يناير 89. وخلينا نوضح نظام التصفيات بقى عامل إزاي. التصفيات في المرحلة اللي هنبدأ منها بتكون 4 مجاميع بيتأهل المركز الأول منهم، وكده يصعد 4 منتخبات للمرحلة النهائية اللي بتكون ماتش ذهاب وعودة ما بين كل منتخبين، وفي الآخر بإجمالي النتائج بيصعد منتخبين بس من أفريقيا. مصر وقعت في مجموعة مع ليبيريا وملاوي وكينيا، مجموعة سهلة جدا، وبدأنا بماتشين في يناير زي ما قلت. أول ماتش دايما بيديك تفاؤل، بنقابل فيه ليبيريا وبنكسب بشكل طبيعي وبنتيجة مرتاحة 2-0. سجل الأهداف علاء ميهوب ومحمد رمضان. ممكن يلف كرة عرضية حلوة جوه الجون علاء ميهوب يحرز الهدف الأول لمصر بعد مضي 25 دقيقة. علاء ميهوب بقى له رجليه كويسة ويشوط حلوة جون رمضان يحط الجون الثاني لمصر من هجمة فيها حرفنة وحلوة من أحمد الكاس وطارق سليمان ورمضان. ولعبنا الماتش الثاني في ملاوي، وبعد ما كنا كسبانين بجون هشام عبد الرسول بيتعادلوا معانا في آخر دقيقة ويخطفوا مننا النقطة. اتلعبت الضربة الركنية عالية جون هشام عبد الرسول. حلوة هشام عبد الرسول حاطط فيها راسه قنبله، ويطلع شروه وتترد ورا تاني وكريرة شوطها وشايطها جوه الجون في دربكه. وشايف انا اللعيبه بتنط ايه، ما بنتش لينا كويس. بنرجع نكمل التصفيات من تاني في يونيو، ومش بنقدم اي حاجه في الماتشين دول اللي كانوا قدام كينيا وليبيريا، والاتنين كانوا بره ارضنا.
خدنا نقطة بالتعادل السلبي قدام كينيا وخسرنا للأسف من ليبيريا، وده بيأخرنا شوية في المجموعة، لكن لسه في فرصة كبيرة للتعويض في الماتشين الفاضلين، وخصوصا إنهم الاتنين في مصر ولابد من الفوز، صعبين سهلين لازم نكسب. المعسكر الأخير لمصر في المرحلة دي من التصفيات كان في أغسطس، ماتشنا الأول مع ملاوي وفي استاد القاهرة وفي وسط جماهيرنا العريضة. هشام عبد الرسول بيسجل واحد من أحلى الأهداف في تاريخ المنتخب، والتوقيفه كويسه من حسام وهشام عبد الرسول. جول 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 هشام عبد الرسول في الدقيقه 28 يفك الاشتباك بيننا وبين ملاوي ويجيب الجول الاول لمصر. ولسه بقول لكم بنكسب الحمد لله بالجون ده، ويعتبر كده بنتأهل للمرحلة النهائية بنسبة 80%، وتجنبا لأي حاجة ممكن تحصل لازم نكسب الماتش الأخير قدام كينيا. وفي مباراة احتفالية المنتخب بيكسب 2-0 على أرضه وجمهوره، سجل هشام عبد الرسول وبقى هداف التصفيات، والجون التاني سجله إبراهيم حسن، سجله بأعجب طريقة ممكن تشوفها، لكن ده أكيد أغلى هدف عند إبراهيم حسن نفسه مع منتخب مصر. طاهر لهشام عبد الرسول، هو الجول هو الجول هو الجول الجول الاول الجول الاول الجول الاول هشام عبد الرسول. هشام عبد الرسول هداف كاس العالم من مصر، هداف مصر لغايه دلوقتي. ثالث جول لهشام عبد الرسول، بقول جول هشام عبد الرسول لطاهر ابو زيد، عملها له حلوه عشان يجيب الجول الاول لمصر. الجول الاول لمصر بعد 13 دقيقه. برافو يا ربيع، ربيع هو الجول وبالعرض اتبعوا الجول جول ابراهيم حسن. الجول الثاني ابراهيم حسن، الجول الثاني بعد 17 دقيقه 2-0. ابراهيم حسن، ربيع ياسين تقدم وعملها حلوه عشان يقابلها ابراهيم. بيتأهل منتخبنا للمرحلة النهائية اللي هيقابل فيها الجزائر، وكأن دايما مكتوب علينا نقابل العرب ويصعدوا هم على حسابنا في كل مرة. حصلت مع تونس ومع المغرب، يبقى أكيد فاضل الجزائر عشان يبقى قفلنا دول شمال أفريقيا. وكان من ضمن استعدادات الجوهري لما وصلنا للمرحلة النهائية كان حابب إن مفيش أي حاجة تانية تأثر على تركيزه أو تركيز اللعيبة بره التصفيات، عشان كده طلب من اتحاد الكورة انه يوقف الدوري لحد ما نخلص ماتشين الجزائر، وقال لهم ان ده عشان نعرف نركز اكتر في التأهل ونستعد بشكل كبير. وبدأت المرحلة النهائية، وماتش الذهاب كان في الجزائر نفسها. والأول مرة منتخب مصر بيقدم أداء جيد خارج الأرض ويحاول يحافظ على فرص التأهل لآخر لحظة. تكتيك الجوهري نجح جدا وقدر يخرج من الماتش بتعادل سلبي بس غالي جدا، كلين شيت مهم من وسط أدغال الجزائر، وده بيخلينا نقرب قوي ويبقى فاضل خطوة على كاس العالم، والخطوة دي هناخدها هنا في استاد القاهرة يوم 17 نوفمبر، والجمهور المصري هيبقى مقفل الملعب ومنتظر الفرحة الغالية. الجوهري كان حاطط الخطة كويس قوي ومقرر انه مش هيغامر وهيحاول يستغل قوة الارض والجمهور ويخطف الماتش، وكله بالعقل وما يسمحش لأي رد فعل من الجزائر. واحنا كنا منتظرين، ورغم ان المحاولات كانت قليلة بس احنا ما انتظرناش كتير، والخبر اللي احنا عايزينه جه بدري. انما لسه كرة في الملعب وكرة عالية. حسام حسن. هدف حسام حسن الأيقوني اللي دخل بيه التاريخ كان الأمن والأمان اللي هيحتمي بيه الجوهري لحد آخر المباراة، وبرضه الهدف ده كان الاطمئنان اللي المصريين كانوا محتاجينه. ومن اللحظة دي الجوهري بقى يلعب بمبدأ الحيطة والحذر، هو حرفيا مش عايز حاجة تاني، على الأقل اللي هو عايزه دلوقتي إنه يخلص الشوط الأول بالشكل ده عشان يبقى كده كمل نص المهمة على خير. واللعيبة كانت مركزة جدا ووصلوا ل 45 دقيقة وهم محافظين على المكسب. طويلة ناحية اليمين، ربيع وشاط كرة جامدة ويلعبها الربيع ياسين بدماغه وتطول ويلعبها عالية. كانت الشاط في الجول دي، يلعبها عالية يطلع ولا جير يا ولد أصل كرة عالية فاول. وبيخلص الشوط الأول ويتبقى قد اللي فات على فتح بوابة كأس العالم للمصريين. بندخل الشوط الثاني والخطة بقت اللعب على المرتدات أو العرضيات، وعلى قد ما نقدر بنهدي اللعب ونستهلك الوقت، ولو سمحت الظروف نحاول نجيب جون. أما بالنسبة للدفاع فإحنا هنفضل مأمنين وهنتصدى لأي محاولة جزائرية عنيدة،
وطبعا لازم يبقى فيه شد وتنشنة، وده كان موجود من الشوط الأول أصلا، وإحنا بنحاول نحتوي الموقف عشان بس ما نخرجش من المباراة مركزين في الماتش وبس. وده كان راجع لدور الجوهري، كان محافظ على الالتزام في كل حاجة مش في اللعب بس، ودي حاجة يمكن لاحظتها فيه في الماتش ده بالذات. دايما كان واضح عليه التركيز والإحساس بالمسؤولية تجاه بلده، وإنه لازم يحقق الإنجاز ده. وخصوصا زمان الوطنية في الكورة كانت عالية، ودي حاجة ممكن ما بقتش موجودة دلوقتي. لكن بالنسبة للجوهري فهو كان بيسعى ورا حلم شعب بحاله، فهو بمثابة البطل القومي اللي مش ناوي يخذل الناس اللي واثقة فيه، وده يفسر الضغوطات اللي كان بيمر بيها وبيحاول يتخطاها، وبيركز انه يعدي الماتش ويوصل لبر الامان ويوصل لكاس العالم. هشام عبد الرسول وبتروح تاني الشوبيه ده ما عدا 2 واقفين ورا. كرة تتخبط، ابراهيم حسن لجمال عبد الحميد واللي بيشوط يا جمال وتتقطع. ربيع ياسين بيلعب وكرة عالية. غزان اللي بيشوط كرة عالية، بيشوط بيترمي عليها، بيصلحها لنفسه بيشوط جامدة، انما تطلع بيلعبها على الارض. هشام عبده قول ماشي يا جول ماشي. احمد رمزي بيترمي عليها وبره اوت منه الكورة، والكورة جامدة في ايد الجول بتاع الجمال. يلا يا جمالية بقى القنبلة. كان عندنا فرص للتسجيل بس جلت مننا، وهم كمان كان عندهم فرص يتعادلوا بس ربنا سترها معانا لحد اللحظات الأخيرة. كله ساكت وقلقان ومتوتر لحد ما صفر الحكم أخيرا وأعلن رسميا تأهل منتخب مصر لكأس العالم بعد غياب 56 سنة. وصفر الحكم انتهى المباراة. مبروك مبروك لمصر، مبروك 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 لمصر، مبروك. وبينجح الجوهري ولاعيبته وبيحققوا الحلم اللي غايب، ومصر اليوم في عيد. بنقول مبروك مبروك لفريقنا القومي. الحمد لله ان انا زادني شرف ان انا في وسط الجيل هذا، زادني شرف ان انا بلعب لمصر العظيمه. بسم الله الرحمن الرحيم، وما النصر الا من عند الله. انا حاسس ان اليوم ده هينكتب لشعب مصر كله. الجمهور الكبير دوت متشكرين جدا جدا جدا. ان شاء الله نكون عند حسن ظنك في كاس العالم 90 ان شاء الله. الوصول لكاس العالم هي بدايه لانطلاقه الكره المصريه وليس وصول للخمس. المدرب المصري الذي خطط التخطيط السليم، وبقولها لاول مره، هناك تخطيط سليم في مصر، اوصلنا الى العالميه. انا مش قادر اعبر عن كلمات لان احنا ما كسبناش في الملعب، احنا كسبنا النهارده الروح العاليه جدا والوطنيه الكبيره قوي. مجلس اداره اتحاد كره القدم برئاسه الدكتور حسن. كده مصر اتأهلت مرتين، مرة في مونديال 34 في إيطاليا ومرة في مونديال 90 في إيطاليا برضه، فتقريبا احنا كده اقتنعنا ان المشكلة في إيطاليا مش فينا احنا. كده احنا كسبنا وتأهلنا رسمي. الجوهري بعدها راح وطلب من اتحاد الكورة مرة كمان طلب غريب، طلب منهم انهم يلغوا الدوري خالص السنة دي، رغم انه لسه فاضل 7 شهور على كاس العالم وعدى من الدوري 12 جولة. لكن الجوهري كان عايز يعمل فترة اعداد طويلة للمنتخب، وفهمهم انه هو عايز يركز 100% للمونديال، لدرجة انه رفض يشارك في افريقيا 90 وبعت المنتخب بتاع الشباب هو اللي يشارك، وقرر ما يركزش في اي حاجة غير في كاس العالم وبس. ويمكن القرارات دي كانت صعبة او غريبة على اي حد، او يمكن تكون قرارات غلط اصلا، بس ايا كان محدش كان فاهم الجوهري دماغه فيها ايه. بس بالمنظر ده هو كان واضح عليه انه اكتر مدرب بيحاول فعلا يحقق انجاز وبيحاول يطور الكرة المصرية بشكل عام، ما كانش بيدور على المصالح الشخصية او مجد ذاتي لنفسه. هو كان هدفه الاول والاخير انه يعمل حاجة لمصر. وطبعا طلب برضه من اتحاد الكرة ان هو هيستعد بمباريات ودية مع منتخبات عالمية اعلى مننا في المستوى، ولعبنا فعلا ماتشات مع الدنمارك وكوريا والنمسا ورومانيا وتشيكوسلوفاكيا والمانيا الشرقيه واسكتلندا وكولومبيا. وبعد كل التجارب دي استعدينا ولم الجنرال الكتيبه وسافر على ايطاليا عشان العرض العالمي. مجموعتنا في المونديال كانت اوروبيه خالصه، هولندا وايرلندا وانجلترا، والماتش الاول مع هولندا بطل اوروبا 88، وطبعا اساطير ونجوم واسامي تقيله، ابطال عالم فعلا مش بيهزروا، واكيد هيبقى في فرق كبير في المستوى بيننا، ولو خسرنا فرق 2 بس ده يبقى كرم كبير من ربنا. بس الفراعنه كانوا جاهزين ان هم يفرجوا العالم كله. بسم الله الرحمن الرحيم. 1000 مشاهد، الملعب سعته 40,000
وعشان الامن عملوه 38,000 والنهارده في 32,500 مشاهد. المنتخب بدأ المباراة وكان بيقدم أداء متوازن متحفظ شوية عشان ما يدوش فرصة لهولندا إن هم يقربوا من الجون عندنا، وقدرنا هنا نظهر قوة دفاعنا، قدرنا نوقف قوة هجوم هولندا، وما كناش سلبيين بالشكل اللي اتقال علينا، بالعكس تماما، كنا بنمسك كرة كويس وبنحاول نفرض أسلوبنا، بنلعب كور طويلة وبنلعب عرضيات، وأول ما بنلاقي ثغرة أو مساحة بنعمل تحولات وبنهاجم على طول، ووصلنا أكتر من مرة لجون هولندا، وكنا عاملين قلق وإزعاج للهولنديين. وممكن يبصوا حسام بينطلق عشان ياخد التمريرة، وحسام بتعدي للكاس، إنما تروح لحسام ويقع يلعب الكاس بشماله فوق العارضة وجامدة وعالية وجمال يغمزها وحسام اتحجز، وابراهيم حسن يبص ويرفع واخوه مستنيها، انما عدى ويلعبها بالعرض وبرافو ابراهيم بدماغه ويلعبها اماميه ومش اوفسايد، مش اوفسايد كمان، ممكن بيسدد، يلا كمان يلا كمان يلا كمان، بتلعبها في الدوري العام يا راجل، عاليه وحلوه من هاني رمزي لاسماعيل. كان بيجي وقت لازم نهدي اللعب ونرجع الكرة لورا عند شوبير، وده طبيعي مش خوف ولا جبن، لان هولندا برضو كان بيعملوا كده. الفكرة ان احنا لازم نهدي اللعب بالطريقة دي عشان نقدر نتعامل مع ماتش كبير بالحجم ده، انت بتلعب في كاس العالم. وفعلا نجحنا في احباط هولندا، ما ظهروش غير بعد نص ساعة وجولت والحمد لله من فان باستن فوق العارضة، فوق العارضة ضربة مرمى الحمد لله، جولت وشوبير وبرافو يا شوبير، بيلعب ماتش كبير قوي احمد شوبير، برضه ويشوط وينام عليها لفان باستن، انما برافو شوبير. ابتدت محاولاتهم تبقى مباشرة وخطيرة، بس برضه كنا ثابتين على المبدأ وقادرين نعدي بالشوط الأول بالتعادل 0-0. سوريانو في انتهاء الشوط الأول. وفي الشوط الثاني كله تخيل ان هولندا هم اللي هينزلوا يكثفوا الضغط ويصعبوا الموضوع علينا، بس اللي حصل هو العكس. منتخبنا كان متماسك دفاعيا اكتر من الاول، وده خلى المنتخب الهولندي قليل الحيله، ما قداموش غير تعليق كور بدون فايده. في المقابل ان منتخب مصر كان بيعمل تحولات سريعه والمساحات اللي ورا في دفاع هولندا، وبقينا نستغل المهارات الفرديه كمان ونروح بهجمات مباشره، وضيعنا 3 أهداف مؤكده. احمد الكاس ما توفقش في دي وضيع الهدف الاول، ويرفع رفعه حلوه وجوه جوه، يا خبر ابيض، حظك وحش يا مجدي عبد الغني، قنبله الكاس، قنبله من الكاس. وجمال عبد الحميد عمل اللي عليه، بس بروكلين تألق وضاع الهدف الثاني. احمد وفين جمال ويلعبها جمال، يا خبر ابيض يا خبر ابيض، يطير عليها بروكلين، يا خبر. وحسام حسن ضيع الانفراد ده وضيع الهدف الثالث، وتتلعب ومش اوفسايد، ويلا حسام بفوقي يا راجل. وكنا نقدر نركب المباراة من النقطة دي، بس بعد كل هجماتنا دي بيترد علينا بهدف كنا ناسين تماما ان ممكن يجي في اي لحظة، ويخش ويقلش هوبا. حتى الهدف ده تحسه اتسرق مننا كده، مش ملعوب بجملة او حاجة، وفجأة نلاقي نفسنا زعلانين رغم ان احنا عارفين ان طبيعي نخسر اصلا، بس بعد اللي قدمناه ده صعب علينا ان احنا نخرج من غير نقطة على الاقل. والجوهري هنا عمل تبديلات طبيعية لتنشيط الفريق، لانه كان لسه عنده امل انه قادر يعمل حاجة في الماتش، واهم حاجة عنده الحفاظ على النتيجة لحد ما نتعادل. والمنتخب بيقرب من تاني وبيضيع جون مؤكد لرابع مرة. بعد الفرص دي والأداء ده في الماتش ده بالذات، كان من الظلم إن أي حد يقول علينا كنا رايحين نبوظ المونديال في إيطاليا، أو لعبنا ممل، أو ما كناش بنلعب كورة أصلا. وكان من العدل برضو إن ربنا يكافئنا في الماتش ده بضربة جزاء نتعادل بيها، حتى لو كان الشد من بره والمفروض تبقى فاول مش بيلين. هذا هو عدل السماء، عدالة السماء نزلت على استاد باليرمو. بالظبط، هي عدالة السماء هي اللي نزلت على الملعب، عشان كان حرام ان احنا نخسر. وبالنسبة لحسام حسن فهو كان عايز يتحسب له بيلين بأي شكل من اول الماتش، حتى دي المفروض بيلين صريحة وما اتحسبتش، فهنعتبر ان ما اتحسب لناش واحدة مستحقة واتحسب لنا واحدة مكانها من بره ال18. وجات اللحظة التاريخية اللي فرح بيها المصريين كلهم في التوقيت ده بس، إلا مجدي عبد الغني، فرحان بيها لحد دلوقتي على مدار 35 سنة.
وجول جول 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 هدف التعادل للمصريين، هدف التعادل للمصريين في الدقيقة 40 في الدقيقة 38 من الشوط الثاني. التعادل كان في الدقيقة 83. اكلينيكيا كده الماتش احنا موتناه وراضيين بالتعادل جدا، وكملنا زي ما احنا مأمنين ومحافظين لحد ما الحكم يصفر وينهي الماتش بالنتيجة دي. كيفتو ابراهيم يلعبها عالية 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 تطلع بره الملعب وجولت ولوحده وضربة مرمى ماس لهولندا تتلعب وهاني رمزي يطلعها يا كان وكيف ويطلعها على طول مجدي عالية وطلع شوبير ويمسكها ورانيو يصفر الحكم الاسباني ايميليو. تعادل غالي جدا جدا ويعتبر بالنسبة لنا مكسب، كسبنا نقطة منهم بالعقل والفهلوة ومش حظ ولا صدفة. في اسلوب لعب كان بيتنفذ، في تكتيك دفاعي كان مظبوط، في تحولات، في كور طويلة، في عرضيات، في مهارة. كل ده مش صدفة، حتى البيلن مش صدفة. الكرة دي اتلعبت أكتر من مرة، والمرة دي توفق فيها حسام حسن وجري وسبق الدفاع. وفكرة إنه يتشد من بره ويقوم واقع جوه ويقنع الحكم إنها بيلن، فدي حاجة تتحسب لحسام حسن نفسه، اللي هو يعتبر أصيع وأحسن فيرود جه في تاريخ مصر. صايع لدرجة إنه حتى لو مش هيسجل فهو هيكسبك. ده في كرة بعديها زقها بإيده عشان يجري من نص الملعب على أساس الحكم مش هيشوفها، وفعلا الحكم ما شافهاش. عشان كده بقول لك عدينا الماتش بالفهلوة. احنا بس استغلنا إن هولندا مش أحسن أداء والنجوم بتاعتها مش في يومهم، وقدرنا نطلع بالمكسب اللي يرضينا احنا، مكسب بالنسبة لنا احنا. وده كان أحسن ماتش لعبناه في تاريخ كأس العالم. الماتش التاني ايرلندا، والماتش ده مش هياخد مننا وقت في الكلام عليه عشان اصلا ما فيهوش تفاصيل، لكن لابد نصحح مفاهيم غلط اتقالت علينا بسبب المباراة دي. يعني مثلا اتقال علينا ان احنا حنطنا وشلينا جمهور الكورة، واسلوب لعبنا كان ممل، اسلوب لعب لا يمت لكرة القدم بصلة، وكنا جايين نرخم على المنتخبات الاخرى، وايه اللي جابنا ايطاليا وايه اللي خلانا نلعب في كاس العالم وكلام من النوع ده، وكأن ما حدش فيهم اتفرج علينا في ماتش هولندا واللي عملناه فيهم. هو كل الفكرة ان احنا قصاد ايرلندا يعتبر ما هاجمناش بشكل مباشر، او يعتبر ما هاجمناش خالص، وده عادي، كل مباراة وليها ظروفها واسلوب لعبها. فرقة ايرلندا كانت منظمة دفاعيا وماسكين نص الملعب كويس، وكان عندهم سرعات عالية ومطبقين علينا الضغط العالي. فمن المنطقي ان احنا نقفل اكتر وما نجازفش طالما مش عارفين نعمل تحولات ونهاجم زي ماتش هولندا، ولا افتح الخطوط وهاجم واتعبى جوان مش مشكله. الجوهري لعبها صح، والماتش كانت ظروفه كده، هو بس كان محتاج مهارات فرديه اكتر من الجماعيه. والجنرال حاول يحل الموضوع ده بنزول طاهر ابو زيد، بس برضه مش هنجازف وهنهدي اللعب على قد ما نقدر ونرجع الكره لورا لشوبير، ودي هتكلم عليها بالتفصيل بعد كام دقيقه. تعب العرض وتفوت بيظبطها ابراهيم، تعب هاني على طول، الله الشمال بعيد وبالعرض، يا سلام برافو يا هاني، حط رجله فيها، طلعها ابراهيم حسن جزاء بتفوت وهاني بيظبطها شوبير، برافو يا شوبير. مجدي الطلبه بيلعبها على الارض، توصل تاني لاحمد الكاز يستقبلها، لعبها قصيره بتتقطع، انت بيلعبها يلا احمد فارس بيوقفها في السكه هاوتل وتروح فعلا لما عاليه وبيمشي مره ثانيه، يا سلام العب وهوب لعب، برافو يا احمد يا شوبير، برافو يا احمد يا شوبير عربي، يلا يا اسامه دي لعبتك اللي مشهور بيها، يلا طب حسن بيلعبها على الارض، المجدي عبد الغني بيلعب طول جامده، يا تعالى فاخده بيلعب شوطه من بعيد، ده الكلام ده مش ممكن. الى طلعها احمد شوبير. الأهم عند منتخب مصر إنه كان يلعب على المضمون ويلعب على التعادل لحد ما ياخد النقطة اللي كانت مستحقة جدا، وإحنا كنا سعداء جدا بيها. نيجي بقى لبعد الماتش ونشوف ايه اللي حصل. خرج مدرب ايرلندا الانجليزي جاك تشارلتون قال علينا اسوأ تصريح، قال انا كرهت الكوره بسبب المصريين. الجمله دي كتبها التاريخ ولسه بتتقال لحد النهارده، بس هو ما سكتش وقال حاجات تانية علينا، قال فيما معناه ان المصريين مش جايين يلعبوا كوره، وده كان بسبب التكتيك الدفاعي واستهلاك الوقت عشان نضمن التعادل، ووصف طريقتنا انها ممله جدا، وبالطريقه كده قال لنا هو ايه اللي جابهم كاس العالم اصلا. وتصريحات تشارلتون دي كانت بسبب انه عنده مشكله معانا احنا بالذات، مش مع اسلوب اللعب، والكلام ده كان بسبب حرق الدم وان ما عرفش يكسبنا وكنا هنضيع عليه التاهل. وهقول لك الدليل على الكلام ده، تعال نرجع للماتش اللي قبل ده اللي ايرلندا لعبت فيه انجلترا، واسمع من محمود بكر تصريحات الصحافه وقتها ورايهم في الماتش بتاعهم. الصحف زي ما قلت لحضراتكم
علقت على ايرلندا وانجلترا في منشط قالوا السباق الانجليزي يساوي ملل، مباراة خالية من اي متعة وخلت من اي احداث فنية. التعادل كان نتيجة عيوب اللاعبين وليس مزايا للينيكر وشيدي اللي هم احرزوا الهدفين. وفي جريدة قالت الفريقان نجح في اظهار كل العيوب الكرة الانجليزية. فعلا منشطات مظبوطة جدا على مباراة امس، ويا ريتهم يستمروا على كده لغاية لما يلعبونا. يعني المباراة بالكامل كانت بلا فنيات وبلا متعة وبلا كورة، وانجلترا كان اسلوبهم ممل برضه. ما سمعناش صوت امك بقى ساعتها ليه يا ابن الانجليزية انت؟ احنا بقى بنضيع وقت وبنلعب دفاعي وما عملناش ولا فرصة واحنا حرين كده، انت اللي خايب وما عرفتش تكسبنا. عشان كده كنت محروق وقلت علينا كلام مش ولا بد. بس عجبني الجوهري ساعتها انه ما ردش عليه وقال عادي انا كنت بلعب على المكسب لكن ما كانش فيه توفيق، واصلا المكسب في الماتشات دي هو انك تاخد اللي انت عايزه حتى لو كنت هتاخد نقطة بدل نقطتين، المهم انت راضي كده وانت عايز كده. طب بالنسبة بقى لموضوع رجوع الكرة لشوبير وبيمسكها بايده ويضيع وقت، كان زمان الحركة دي بتنفع عادي، بعديها الفيفا عملت قانون يمنع ان الحارس يمسك الكرة بايده لو راجعة من زميله على الارض، والقانون ده اتطبق لاول مرة في اولمبياد 92 يعني بعد سنتين من ماتش مصر وايرلندا، عشان هم اتهمونا ان احنا السبب، والقانون اتغير بسبب شوبير في ماتش مصر وايرلندا. ما احنا مش المنتخب الوحيد اللي كان بيعمل كده، ودي كانت ميزة اصلا عند فرق كتير كان بيستغلوها، والدليل موجود اهو كمان. رجعها لبولر زي ما بقول لحضراتكم الظاهرة في هذه البطولة، حراس المرمى بيلعبوا الكورة بتوصل في الثلث الاخير من اي ملعب، وعشان كده بتبقى ميزة كبيرة لكل الفرق. اكيد احنا كنا من ضمن اسباب كتير لتغيير القانون، بس مش السبب الرئيسي، وده تصليح لمعلومة غلط تقريبا عند الناس كلها. نرجع بقى للمونديال من تاني والاخر مباراة. وضع المجموعة الحالي هو تعادل كل المنتخبات مع بعض في كل حاجة، يعني مش احنا بس اللي مملين اهو. والماتش الاخير كان مع انجلترا، عندنا فرصة ممكن نكسب ونتأهل، وعندنا فرصة نتعادل وجايز نصعد تاني او تالت. المهم ان لسه فرصنا كبيرة جدا وعندنا امل واللعيبة جاهزة. منتخب مصر كان نازل بشخصية قوية وبمعنويات مرتفعة بعد الأداء اللي عملوه في الماتشين اللي فاتوا، وعنده جاهزية لحسم المباراة قدام انجلترا دي، ويمكن بدأناها بتحفظ دفاعي كالعادة، وده عشان نأمن النتيجة في البداية على الأقل. واحدة واحدة بقينا ندور الكورة بشكل كويس ونوصل ونلعب لعبنا عرضيات كور طويلة، وبقينا مرتاحين في الملعب وبنحاول نفرض شخصيتنا. ما قدمناش اي خطوره غير بتسديده قويه من بره ال18 هي بس اللي وصلت لمرمى انجلترا، وعرفنا ان في نفس الوقت الناحيه الثانيه هولندا كسبانه ايرلندا، وبالنتيجه دي احنا ممكن التعادل يأهلنا، بس هنرجع لشويه حسابات. المهم ان التعادل ممكن يكون في صالحنا، فرجعنا ندافع من تاني، او بمعنى اصح انجلترا هي اللي حست ان دي فرصه لازم يكسبونا، فبقوا يضغطوا علينا اكتر واحنا كنا متماسكين لحد ما نخلص الشوط الاول 0-0. ويعدي انما يطلعها هاني رمزي فول لبارك اللي بدأوا يستخدموه في الشوط الثاني ويشوط ويطير عليها، يحولها لرايت، انما مجدي ولففها وشوبير بالبوكس بول ستيف بول وتتخطف الكرة ويطلعها على طول. الدقيقة الثانية من الوقت البدني الضايع والحكم بيصفر. بدأنا الشوط الثاني بقوة، بس بعدها هدينا اللعب قوي وانجلترا طوعونا كمان. ما هي الطريقة اللي ما كانتش عاجبة تشارلتون دي اصلها انجليزي، انك تموت اللعب وتلعب كور عالية. الانجليز للاسف بيغفلونا ويسجلوا جون في الدقيقة 64 بعد عرضية من فاول، هدف هيصعبها علينا قوي. يخش ماك رايت رقم 14 يحرز الهدف الاول في المباراة. ماك رايت رقم 14 على فكرة كان المفروض في حيطة كانت واقفة وبعدين حرك الكرة رقم 19 جاسكوين. والحل هنا ان احنا نهاجم، بس برضه هتخاف تفتح الخطوط فالدنيا تبوظ منك ورا، فلازم نهاجم بس بالعقل. بس المحاولات كلها بتاعتنا كانت بسيطة او مش بتكمل، وانجلترا عشان بقوا ضامنين الفوز فبقوا يهدوا اللعب ويرجعوا الكرة للحارس يمسكها، واحنا مش بنصيح ولا نعيط زي ناس عادي يعني، لحد ما في وقت كنا هنعملها والله ونتعادل، بس للأسف جون مؤكد ضايع من ضمن باقي الاجوان اللي ضيعناها في البطولة. الجوهري بيحاول يهاجم بكل الخطوط في آخر ربع ساعة، ما هو مفيش حل تاني، واحنا خسرانين بنرجع الكرة لشوبير برضو يمسكها عشان نضيع وقت. صح يا عم تشارلتون يا عيوط انت. المشكلة اللي لاحظناها في المباراة وكنا عارفينها اصلا من البداية ان الكرة الثابتة هي قوة انجلترا، عشان كده سجلوا منها، وفي اي كرة ثابتة علينا بيشكلوا خطورة كبيرة، وده للاسف بيضيع مننا دقايق ووقت محتاجينه للتعويض. لودل وماشي وودل ويلعبها
بره المسطر ويقطع وتروح لجمال يلعبها للكاس وعرضيه لحسام وكر بدماغه. الفريق القومي المصري بيتر وهاني. هاني حضر مظبوط وبمنتهى العقل والثقه مع زمان يلعبها لابراهيم، انما طويله عليه غالب ومغلوب. انما الاداء المشرف بتاعنا هو ده اللي احنا كنا اصلا قاصدينه. وفي اخر الدقايق بقينا نفكر في فوائد الخروج المشرف وان يكفي قوي اللي قدمناه لحد كده، والحكم بيصفر فعلا وتخلص المباراه وتخلص البطوله بالنسبه لينا. والناحيه التانيه ايرلندا اتعادلت مع هولندا وبقى ترتيب المجموعه بالشكل ده، والثلاث منتخبات يتاهلوا واحنا بس اللي نخرج. منتخب مصر عمل اداء عالمي ما كناش نحلم بيه، واي حد يقول غير كده ما بيفهمش. النهايه بس اللي كانت حزينه عشان كان في ايدينا اكتر من كده، او كنا قربنا من انجاز تاريخي بس ضاع مننا في الاخر. احنا بنلاعب منتخبات مستواها اعلى مننا بكتير، وعلى قد كده قدرنا نجاريهم وكنا ممكن نكسبهم كمان. المهم بس انا كنت عايز اعرف لو كنا احنا كمان سجلنا جون في ماتش انجلترا وتعادلنا، ونيجي نبص على المجموعه هنلاقي كلنا متساويين في النقط والاجوان وفي كل حاجه، كان هيعملوا معانا ايه؟ طبعا هيلجأوا للقرعه، بس لو عملوا قرعه كانوا هينصفونا احنا ولا هيضحكوا علينا عشان احنا عرب وهم اوروبيين في بعض؟ يبقى قول لي رايك في الكومنتات واستنى بقيه السلسله، وما تنساش اللايك والسبسكرايب. يلا اشوفكم على خير، سلام.